السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح نعرف ايه هي شركة ماي واي، ايه الاشتراك بتاعها، مميزاتها، ايه اللي استفادوا من شركة ماي واي لما اشترك فيها ان شاء الله. تمام. في البداية كده نحب نعرف ايه هي شركة ماي واي. شركة ماي واي شركة مساهمة مصرية. شركة ماي واي مصانعها موجودة في مصر. شركة ماي واي موظفينها مصريين. شركة ماي واي منتجاتها مصرية. طب ايه منتجات شركة ماي واي؟ منتجات شركة ماوي برفانات، رجالي وحريمي، مكياجات، منتجات عناية بالبشرة، منتجات عناية بالشعر، منتجات العناية الشخصية، مبكورات، منظفات. في منتجات كتير جدا متنوعة لأي بيت مصري ممكن يحتاجها. تاني حاجة في شركة مايوي إن هي أصلا شغالة من 2002. تمام. يعني من أقدم الشركات في البيع المباشر موجودة في مصر. تمام. 2002 كانت شغالة بمصنع واحد بس. تمام. وثلاث فروع بس. دلوقتي حاليا هي أكتر من 3 مصانع وأكتر من 38 فرع على مستوى محافظات الجمهورية. تمام. مش كده وبس، لأ، احنا لينا 3 فروع في المملكة العربية السعودية، ولينا فرع في المغرب. يا دي شركة كبيرة جدا وكويسة. لا، أكتر من كده كمان، في إن شاء الله فرع هيتفتح قريب في دولة عربية، وفي بعده إن شاء الله في فرع اتفتح في دولة أجنبية. إيه يا طب إزاي أشترك في شركة ماي واي؟ تمام. عشان تشترك في شركة ماي واي حاجة سهلة. تمام. مش محتاجة تعقيد ولا شروط ولا أي حاجة خالص. أول حاجة، رسوم الاشتراك بتكون 10 جنيه، والبطاقة الشخصية. ده لو أنت مصري. ما أنتش مصري وعايز تشترك في مصر، بيكون معاك الباسبور بتاعك وال10 جنيه. ال10 جنيه رسوم بتدفع مرة واحدة بس، متدفعش تاني أو مبتنطلبش منك تاني. تمام. تمام. دي حاجة كويسة جدا. طيب، ايه هي مميزات شركة ماي واي؟ أنا هستفاد ايه من شركة ماي واي غير إن هاخد المنتجات؟ تمام. ما ممكن المنتجات دي كلها تكون موجودة في السوق. تمام. وماي واي برضه. تمام. بس مش هتقدم لك نفس المميزات بتاعت الشركة. أول حاجة هتاخدها من مصدر الشركة على طول. تاريخ الإنتاج قريب جدا. مش تاريخ الإنتاج فاضل عليه ما يكون قناة بتتاجر شهر أو شهرين أو 3 شهور. لا، أنت هتاخدها من الشركة تاريخ الإنتاج بتاعها بيكون الشهر اللي أنت واخده منك فيه أو الشهر اللي فات. طيب، دي حاجة كويسة جدا. طب إيه تاني؟ حضرتك هتاخد خصم من 20 ل25%. تمام. أنت هتاخد خصم 20 و25. طب إيه ال20؟ هاخد خصم على 20 إيه؟ والخصم على 25 هاخدهم على إيه؟ أول حاجة، الخصم ال20 هتاخدهم على المأكولات والمنظفات. الخصم ال25 هاخدهم على باقي منتجات الكتالوج، اللي هو البرفانات، الرجالي والحريمي، المكياجات، المنتجات العناية بالبشرة، منتجات الشعر، منتجات العناية الشخصية. تمام. كويس جدا. طيب، طب ممكن أشوف حاجة من الكتالوج؟ في هنا مثلا منتجات ماي واي برفان اكسبلوجن. برفان كويس جدا رجالي. أنا شخصيا بستعمله على طول. سعره 55 جنيه، بس انت لو بصيت على سعره الأصلي أصلا تلاقيه بتمانية 84 جنيه وربع. انت هتاخده 55 جنيه. لا، مش هتاخده 55 جنيه. حضرتك هتاخده أقل من 55 جنيه. احنا قلنا هتاخد خصم 25% على الأسعار الموجودة في الكتالوج. دلوقتي 55 جنيه، انت لو خدت خصم هتاخد حدود حوالي 41 جنيه، 41 وربع، 41 ونص في الوقت ده. طب كويس جدا، وفرت حوالي 14 جنيه. التاجر هيديك 14 جنيه؟ التاجر هيحسب لك 14 جنيه بتاعتك؟ طبعا لا. طب ايه تاني حاجة ممكن استفادها من شركة ميوي؟ شركة ميوي عاملة لك عرض أو هدية. مش عرض، هو هدية. تمام. يقدموا لك على كل فاتورة بتعملها. طيب،
كل فاتورة بتعملها العدد المنتجات بتاعتك توصل ل160 نقطة. ايه النقطة دي؟ انت لو كنت ركزت معايا في الصورة اللي فاتت هنرجع لها تاني، تلاقي عدد النقاط 22 نقطة. انا دلوقتي اشتريت بأرقام، خدت 22 نقطة. اشتريت منظف، خدت 10 نقاط، يبقى 32. هتجمع منتجات لحد ما توصل 160 نقطة، هتاخد الهدية بتاعتك. طيب الهدية دي أصلا متجددة كل شهر، بس عندنا في الشهر ده هتاخد الهدية دي أوتو تواليت برفع تندر من الأوتو تواليت الكويسة جدا الموجودة عندنا في شركة ماي واي. هو برفان حريمي كويس جدا، حاجة كده خرافة زي ما بيقولوا. تمام. السيدات والآنسات كلهم بيجروا على المنتج ده من شركة نيويورك النهاردة مجانا. تمام. تشتغل وقلت هتاخد هدية. طيب أنا دلوقتي عملت 320 نقطة، هاخد الهدية مرة واحدة بس؟ لا، أنت تاخد هدية مرتين. أنت لو عملت أي اضرب 160 في أي رقم أنت عايزه، هتاخد الهدية على عدد المرات الرقم اللي أنت ضربت فيه. عملت 620، عملت أكتر، هتاخد الهدية. كل 160 نقطة الفاتورة بتاعتك هتكملها تنزل لك الهدية اوتوماتيك. تمام. تمام، حاجة كويسة جدا. ايه كمان؟ الهدايا التنشيطية والتحفيزية موجودة المجموعة. انت بتروح تشترك تبع ليدر او تبع عضو راعي. تمام. العضو الراعي بيكون ليه ليدر. تمام. الشركة بتنزل هدايا كويسة جدا. تمام. كل فترة معينة. تمام. تقول لك مثلا اعمل 200 نقطة، هتاخد مثلا خلطة دجاج. تمام. ومنظف صحون. ده مثال. تمام. طب الهدية دي بتكون مقدمة من ليدر المجموعة، بس الشركة اللي بتديها لك. تمام. يعني انت اصلا ممكن ما تعرفش الليدر. تمام. بس انت بتروح تعمل ال 200 نقطة دولت او العدد المعين اللي الشركة منزلاهم. تمام. بتروح تعمله في الوقت المحدد. تمام. وبتاخد الهدية. طب وليه وقت محدد كمان؟ تمام. عادة بيكون أسبوع أو أقل من أسبوع. تمام. إنها مثلا تكون من الاثنين للجمعة، اعمل 200 نقطة وخد مثلا خلطة دجاج ومنظف الصحون. تمام. هتيجي يوم السبت ممكن تلاقي عرض تنشيط تاني. تمام. طب دي حاجة كويسة جدا، عروض متتالية. تمام. طب كويس جدا. ايه تاني عايز تفهمنا في ماي واي؟ تمام. ماي واي بتقدم لك برنامج ايه يا عم كان كده؟ برنامج بيعي. تمام. انت بتكون على كل 3 شهور مثلا اعمل 1600 نقطة وخد طقم تصاد. تمام. طيب حاجة كويسة. طب هعمل 1600 نقطة كتير. لا، طب الشركة عاملة لك حاجة كويسة جدا. تمام. نشوفها. نشوف. انت تعمل 1000. تمام. هجمعهم عشان ما كنتش مجمعهم. تمام. إيه، 625 أو 125 575 1325 نقطة، وهتاخد طقم طقم أواني مطبخ. تمام. طقم حلو. طب أنا طبعا عمري ما هقدر أعمله مع شهر واحد بس. تمام. الشركة قالت لي لأ، أنت ممكن تعملها 3 شهور. أول الشهر اعمل مثلا 325. تمام. متعملش أقل. اعمل 325، عايز زود براحتك. اعمل 325 وخد الشامبو. تمام. طب أنا افرض عملت أقل؟ لا، ما ينفعش. انت اعمل اقل براحتك. تمام. بس مش هيكون في نظام الاشتراك البرنامج. مش تقل البرنامج. تمام. تستفاد بهدايا 160 نقطة، تستفاد بالخصم، تستفاد بكل حاجاتك ما عدا البرنامج. كل حاجة ولها شرطها. عشان تاخد هدية تاخد شرط.
شركة منزلك شهر تعمل برنامج تاخد الهدية بتاعتك. تمام. الشهر التاني ده كان شهر أكتوبر 2016. تمام. اعمل 325 نقطة هتاخد شامبو زيت الجرجير. طيب، جيت خلصت شهر أكتوبر عملت 650 نقطة، هاخدها مرة واحدة بس؟ لا، انت تاخدها مرتين. طب دي حاجة كويسة جدا، كل ما تزود العدد الضعف هاخد أكتر. طب أنا كويس جدا، هاخد الخصم خصم ثابت معايا، هاخد الهدايا 160 نقطة، هاخد البرنامج. طب كويس جدا. أكيد الشهر اللي بعده شهر نوفمبر عايز أعمل البرنامج، هعمل 425 نقطة. تمام. هاخد برفان روك تواليت روك برفان رجالي. تمام. هو موجود بسعر الكتالوج 56 جنيه، الشركة بتديهولك هدية. تمام. انت تاخده هدية، تاخده تبيعه، تاخده تطلعه هدية عن حد عندك ولا حاجة، أيا كان وضع. تمام. تيجي شهر ديسمبر الخطوة التالتة، أهم خطوة في الكتالوج. في حاجة واحدة بس نسيت أقولها. أنا دلوقتي لو بدأت من الخطوة التانية هينفع أعمل الخطوة الأولى؟ ينفع. أنت ممكن تعمل الخطوة التانية والخطوة الأولى في الخطوة التانية. يعني مثلا أنا جيت في شهر أكتوبر ما كنتش موجود أو ما كنتش لسه اشتركت. تمام. طب أعمل إيه؟ أروح، أنا دلوقتي اشتركت في شهر نوفمبر، هروح شهر نوفمبر أعمل 125 نقطة وأعمل 625 وآخد الهديتين، والخصم بتاعك ثابت وهتلاقي 160 نقطة بتنزل أوتوماتيك. طب كويس جدا، يبقى هعمل 750 نقطة في شهر واحد بس. هاخد برفان روك، هاخد شامبو الجركير، هاخد هدايا 160 نقطة، هاخد الخصم بتاعي. تمام. كويس جدا. هروح شهر ديسمبر اللي بعده اللي احنا موجودين فيه دلوقتي حاليا شهر 12، هعمل 575 نقطة. تمام. هاخد البرنامج بتاعي. تمام. الطقم ده موجود بره، لو تسأل عليه بره اللي لا يقل إن شاء الله عن 300 جنيه. ياه، غالي أوي. غالي، بس أنت هتاخده من الشركة هدية، أنت كده كده أصلا شغال. تمام. شغال وبتاخد هدايا تانية. تمام. طب ما أنا أشتغل أكتر وآخد هدايا أكتر. طب والله الشركة كويسة جدا. طيب، إيه الحاجة التانية من مميزات شركة مايوي؟ في عندنا في الشركة اسمها مكافأة شهرية. كل ده مفيش مكافآت كمان، ده ولا في الأحلام. تمام. إيه هي المكافأة الشهرية دي؟ المكافأة الشهرية دي بتكون على حسب النظام، مش حاجة ثابتة، على حسب شغلك انت دلوقتي خدت الهدايا 160 نقطة، على حسب شغلك عملت 160 نقطة، خدت الهدية مرة واحدة بس عملت 320، خدت الهدية مرتين. عملت برنامج مرة واحدة خدته مرة واحدة، عملت برنامج مرتين خدته مرتين. هكذا الهدايا التنشيطية، عملتها مرة خدتها مرة، عملتها مرتين خدتها مرتين. طب ايه هي المكافأة الشهرية دي؟ المكافأة الشهرية دي مكافأة بتكون على حسب نظام النقط اللي انت بتعملها كل شهر. انا مثلا عملت الشهر ده ما عملتش البرنامج بس عملت 200 نقطة. هتاخد هدية، هاخد هدية. الحد الأدنى من المكافآت الشهرية 200 نقطة، هاخد فلوس. طب كويس جدا. طب ايه هي الفلوس دي؟ تعالى نشوف مع بعض. انا دلوقتي عملت 200 نقطة. تمام. اللي هو الحد الأدنى من المكافأة الشهرية بتاعتي. تمام. اهي هشرحها لكم واحد واحد دلوقتي ان شاء الله. طيب، 200 نقطة دولت المكافآت بتاعتهم 8 جنيه. تمام. طيب، أنا عايز أفهم الجدول اللي أنت كاتبه عليه من جدول المكافآت ومقسم الأنواع وشروط تحصيل المكافأة وكافة المستوى، إيه المستويات والحاجات دي كلها وتقدير النقط الشخصية والحاجات دي كلها. تمام. دلوقتي مش أنا قلت لك في نظام مكافأة عندنا في الشركة موجود أهو. المستوى ده كل ما بتعمل من مستوى لمستوى، يعني ممكن آخد الشهر ده 300 في نفس الشهر أوصل ل6 و9 و12 و15 و18 21.
بص على المجموعة 21 كده، لو مبصش النقاط اللي المجموعة، بص على المكافأة كلها 2940 جنيه. مكافأتي ممكن توصل 2940 جنيه. مكافأتك ممكن توصل 2940 جنيه. مكافأتك ممكن توصل لأكتر من كده بكتير. تمام. طب أنا شايف شروط المجموعة. مجموعة إيه المجموعة دي؟ طب المجموعة دي هشرحها لكم شوية قدام. تمام. لكن هنا في النقاط الشخصية دلوقتي. تمام. أنا دلوقتي عملت 200 نقطة، هاخد 8 جنيه. عملت 300 نقطة، هاخد مثلا هتكون من 8 جنيه 12 و25، هتكون حوالي 12 جنيه. تمام. 400 نقطة 12 جنيه. تمام. طيب أنا دلوقتي عملت في أول الشهر، عملت البرنامج بتاعي اللي هو 325. تمام. أو إحنا في شهر ديسمبر عملت 575. تمام. طيب عملت 575، هتكون أنت لسه هنا في مستوى رقم تاني اللي هي مكافأتك آخرها 25 جنيه. طب ما أنا أكمل 25 نقطة دولت وأبقى معايا مستوى 6، وأوصل مستوى 6%، تاني مستوى عندنا في الشركة، وأوصل مكافأة 50 جنيه. إيه ده؟ أنت عندك المستوى الأول آخره 599 نقطة. تمام. مكافأته 25 جنيه، والمستوى التاني 600 نقطة مكافأته 50 جنيه، الضعف بسبب نقطة واحدة بس. الضعف بسبب نقطة واحدة بس. طب ليه؟ أنا هنا في نظام المكافأة دي بحفزك إنك تعمل شغل أكتر عشان تاخد مكافأة أكتر. تمام. أنت لو عملت 10,000 نقطة هتاخد 2940 جنيه. عملت 6600 نقطة تاخد 1600 جنيه. عملت 4000 نقطة تاخد 840 جنيه. عملت 2400 نقطة تاخد 400 جنيه. ازاي تعمل الكلام ده هشرحهولك ان شاء الله دلوقتي. تمام. إيه... طيب دلوقتي عرفنا الخصم، وعرفنا الهدايا، وعرفنا التنشيط، وعرفنا البرنامج، وعرفنا المكافأة. في حاجة كمان اسمها شيكات وأرقام. احنا قلنا هنا ايه؟ في لقب، لو خدت بالك منه لقب ليدر. تمام. أي عضو في الشركة اسمه عضو. لما حد بيخش عنده تحت عنده أو بيشترك عن طريقه بيكون اسمه عضو راعي. عضو راعي، أنا براعي عضو عندي. طيب أنا هستفاد بإيه من العضو الراعي ده؟ تمام. أقول لك استفاد بإيه دلوقتي قريب. تمام. طيب الشيكات والألقاب دي، أول شيك عندنا أو أول لقب عندنا اسمه لقب ليدر. اللقب ليدر ده عشان توصله بتعمل 10,000 نقطة 3 شهور متتاليين أو 6 شهور منفصلين، أنت والمجموعة بتاعتك. هقول لك دلوقتي إزاي تعمل مجموعة. تمام. عملت إيه؟ 10,000 نقطة لمدة 3 شهور متتاليين أو 6 شهور في خلال سنة. هاخد كام؟ تاخد شيك بمبلغ 2500. 2500 جنيه. هي دي حاجة كويسة جدا. طيب طب نشوف اللي جاي بعده إيه. إزاي نحسب المكافأة بتاعتي. أنا دلوقتي لما جيت هنا ضربت مثال اللي أنا عايز 300 نقطة. تمام. اللي أنا عملت 300 نقطة عايز آخد المكافأة بتاعتي. هعمل إيه؟ هعمل المعادلة التالية. عدد نقط 300 مضروبة في 1.4 هتساوي حجم العمل. حجم العمل ده هنضربه في المستوى بتاعنا هيدينا المكافأة. هنرجع تاني للجدول، هنعمل 300 نقطة. تمام. في مستوى 3%، يطلع لنا كام؟ نشوف. تمام. هنا المثال اللي هو مديهولي على 200 نقطة. تمام.
هنشتيه وبعد كده نضرب كله. جه بقى الحسبة بتاعته دلوقتي، يضرب 200 النقطة اللي عاملهم في الشهر في الحجم في 1.4 يطلعوا حجم العمل، هيطلعوا له 280. 280 هيضربوا ب3%، هيطلع 8. تمام، 8 جنيه. تمام، عايز أعمل صف اللي هي 300 نقطة. تمام، عايز أعمل 325 بمعنى أصح. تمام، اللي هو البرنامج بتاعي اللي أنا عملته أول مرة. تمام، 325 في 1.4 ماشي هتساوي 455. هضربها في المستوى بتاعنا اللي هو يكون لسه المستوى الأول 3%، هيديني 13 جنيه. تمام، كويس. تمام، دلوقتي عرفنا احنا نحسب المكافأة الشهرية بتاعتنا ازاي. تمام، دلوقتي من شوية انت قلتلي هوريك ايه هي مجموعة. تمام، وأعرفك ازاي تعمل مجموعة. المجموعة دي عشان تشتغل مع بعض، بتشتغل مع بعض، متشتغلش لوحدك. ازاي؟ انا دلوقتي هضيف ماي واي. تمام، جبت احمد اخويا او ايمن صاحبي او حد معايا في الكلية او حد معايا في الشغل، عرفت على ماي واي، قلت له ماي واي بيحصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا. تمام، مميزاتها كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي الله دي شركة حلوة، الشركة اللي انا راح اشترك في الشركة دي. طيب انت عشان جبت احمد او جبت فلان او جبت علان، الشركة بتقول لك لا، انت جبته انا هخليه يشترك معاك، اللي هو الشغل اللي هو عمله انت يعتبر كمان عملته. ازاي؟ هوريك كده مثال توضيح. انت دلوقتي انت اهو، تمام، جبت جارك او جارتك، تمام، وعمتك وزميلتك في الكلية واختك وخالتك. دلوقتي جارتك دي، تمام، عملت كام في الشهر؟ عايز 200 نقطة في الشهر. تمام، وعمتك عملت 600 نقطة، وزميلتك عملت 200 نقطة، واختك عملت 300 نقطة، وخالتك عملت 150، وانت عملت 200 نقطة. دلوقتي جارتك، دلوقتي دلوقتي جارتك عملت 200، وعمتك عملت 300، وزميلتك عملت 200، واختك عملت 300، وخالتك 150، وانت 200، يبقى 1350. طب احسب كده بالمعادلة اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي، 1350. طب 1350 ده مستوى كام؟ مستوى كام؟ عندنا مستوى 9%، بيبدأ من 1200 نقطة، يبقى لسه موصلناش مستوى 12%. مستوى 9%، 1200، يبقى احنا هنضرب 1350 في 1.4، هيدينا 1850. هضربهم في 9%، تمام، هدينا 170 جنيه. 170 جنيه دولت المفروض يكونوا مكافئتك، بس الشركة هتقول لك لا يا حلو، عشان انت جبتهم تاخد مكافئتهم، انا هخصم منهم مكافئتهم. تمام، هخصم منك 8 جنيه بتوع جارتك اللي عملت 200 نقطة، و300 نقطة هخصم منك 12 جنيه. تمام، وزميلتك عملت 200 يا حلو، وانت هاخد منك 8 جنيه، واختك عملت 300، هاخد منك انت 12 جنيه. طب خالتك عملت 150، هاخد منك ايه؟ مش هاخد منك حاجة، لان انت ايه، اقل مكافأة بتاخدها على 200 نقطة. طيب انت بعد ما خصمت كل ده من 170 جنيه، بتفضل معاك 130 جنيه. تمام، إيه، انت عندك 12 و8 و12 و8، تمام، 40 جنيه.
خصمناهم من 170 فضل معاك 130. 130. طب انا عامل 200 نقطة بس، المفروض مكفيك 8 جنيه، لا انت تاخد 130 جنيه. لو رجعنا ورا نلاقي المكافأة بتاعتك، تمام، 200 نقطة 8 جنيه، مستوى 9%، بيبتدي عند 1200 نقطة. بيبتدي عند 1200 نقطة، مكافأته 150 جنيه. طب انت عامل 1300 وكسور، تمام، مكافأتك هنا 170 جنيه. الله، ده انا عايز بقى اكبر الموهبة بتاعتي. انا اخلي ده يدخل ناس وده يدخل ناس وده يدخل ناس وده يدخل ناس وده يدخل ناس. طيب هنروح المثال ده، تمام. جارتك جابت اختها، وعمتك جابت جارتها، وزميلتك جابت عمتها، واختك جابت زميلتها، وخالتك جابت ايه، اخت جوزها. طيب ده اشتغل وده اشتغل وده اشتغل وده اشتغل، تمام، وانت وصلت، وانت برضو عملت نفس النقطة بتاعتك، بس ده المكافأة بتاعتك ان المستوى بتاعك بدل ما كان 9% بقى 12%. بدل مكافأتك كانت 130 جنيه بقت 62 جنيه. كل ده ليه؟ عشان انت كلمت بس 1 2 3 4 5. لو كنت كلمت اكتر واقنعت كل واحد يجيب ناس، مكافأتها هتكون كام؟ ممكن توصل ل10 آلاف نقطة، تاخد مكافأة 2940 جنيه. 2940 جنيه مش تاخدهم صافي، بس تاخد منهم كام؟ تاخد منهم كتير، صح؟ عرفت تشترك معانا ولا لأ؟ هتحاول تفكر في الموضوع. انت فلوس في ايدك، تاخد منتج، تروح تشتري من الشركة، بتبيعه، تاخد عليه مكافأة، هدايا 160 نقطة، وهدايا تنشيطية، وبرنامج. عايز ايه تاني؟ قاعد في البيت ليه؟ قاعد بتقول انا موريش الشغل ليه؟ انتي قاعدة يا ست الكل في البيت ليه؟ اشتغل. طيب من مميزات شركة ماي واي، انت ممكن تشتغل من البيت. تشتغل من البيت، كل ده اشتغل من البيت؟ ايه يا عم، مش انا من شوية انت كلمت جارتك وعمتك وزميلتك واختك وخالتك؟ طب ما كل ده بيقولك البيت. كل ده جارتك بتجيلك البيت، عمتك بتجيلك البيت، زميلتك بتقابلها في الكلية، أختك معاكي في البيت، خالتك بتجيلك البيت وانتي بتروحي لها البيت. طب كل ده من البيت. طب ما تشتغل نفسه وتجيب الشغل من البيت. يا عم خالتك يا عم مش عايزة خالتك مش عايزة تشترك في الماي واي، هتاخد منك منتجات. طيب عايز تقول لي انت لما دخلت كل ده هتبيع لمين؟ هتبيع لناس تانيين. لا، في ناس عندهم، لا انا مش عايز اعمل عضوية، او انا مش فاضي اعمل عضوية. مش فاضي تعمل ايه؟ بدور على شغل. ما انت في ايدك الشغل، حد بتجيبه الشغل ويدور على شغل. طيب انت دلوقتي هتروح الشهر في ماي واي ده، يعني مش عايز اقول لكم باع. انت كده ماي واي بتقول لك ما تجيش الشركة واشتغل من البيت، وبعت لك مكافأتك على البيت، وبعت لك العيادات بتاعتك على البيت، وبعت لك كل حاجة على البيت. طيب الأسعار عاملة ازاي؟ عاملة برا زي 60 70 80 90 جنيه. كيلو 5 ونص، أول كيلو قصدي 25، وبعد كده كيلو ب5 ونص. لا، أول كيلو عندنا بيكون على حسب بيكون على حسب منطقتك. يعني مثلا منطقتي بعيدة شوية، أول رسوم فتح المنطقة بتاعتي بيكون 9 جنيه. أي كيلو بعد كده، تمام، بيكون بربع جنيه. ربع جنيه خدمة شحن،
ومدعومة كمان. خدمة الشحن في ماي واي مدعومة. تمام. ها. طيب، أنا دلوقتي عايز أعمل أوردر عن طريق الشحن، أعمل إزاي؟ كل فرع موجود عندنا في ماي واي ليه فرع شحن لوحده. القاهرة لها فروع الشحن، اسكندرية لها فرع شحن، إيه، أي فرع تاني، قليوبية، الغربية، منصورة، كل فرع موجود ليه فرع شحن. طيب، الشحن ده بيفتح الساعة كام، بيقفل الساعة كام، وأصلا الفرع ده بيفتح الساعة كام وبيقفل الساعة كام. حلو أوي. مواعيد العمل في ماي واي بتكون من الساعة 10 الصبح للساعة 7 بالليل. الفرع بيكون من الساعة 10 الصبح للساعة 7 بالليل. الشحن الساعة 10 الصبح برضه، الساعة 6 بالليل بينتهي. انت ما عندكش حاجة، قدامك طول اليوم فاضي. تمام. إيه... طب ان شاء الله كده اكون حاولت اوصل لكم فكرة ماي واي وشرح ماي واي بطريقة سهلة وبسيطة، ميكونش فيها تعقيد. واسف لو طولت عليكم. لو فيها اي استفسار اي حاجة، تابعوني واكتبوا لي تحت الفيديو. تمام. وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.